معروف دايما إن الحب ملهوش كبير، وممكن الإنسان يستغنى عن حاجات كتير علشان يتجوز اللي بيحبه. لكن الحالة اللي هنحكيها عنها النهاردة هم فنانين استغنوا عن ديانتهم علشان خاطر يتجوزوا اللي بيحبوهم، ورفعوا شعار الدين لله والحب للجميع. يا ترى مين هم الفنانين دول؟ تعالوا نقول لكم. عمر الشريف من أكتر الفنانين حكايتهم معروفة في الموضوع ده. اتخلى عن دين المسيحية علشان يتجوز حب حياته فاتن حمامة، واقتنع الإسلام، وفعلا الجواز تم عام 1974 وانتهت العلاقة بالطلاق. أما الفنانة لبنى عبد العزيز والمنتج رمسيس نجيب كانت قصة حبهم سريعة جدا. أول لما شافها عرض عليها الجواز، وكانوا الاتنين متأكدين زي ما عاملين نجاح فني كانوا عاملين نجاح اجتماعي أكبر. لكن لبنى اشترطت عليه إنه يسيب الديانة المسيحية، وفعلا وافق واتجوزوا، وكانوا من أنجح الزيجات في الوسط الفني. الرقاصة سامية جمال وقعت في المحظور هي كمان في بداية حياتها الفنية، لما كانت في رحلة في فرنسا اتعرفت على شاب أمريكي اسمه شيبير كينج، وقعت في حبه وطلبت انه يتجوزه، واشترط عليها انه يدخل الاسلام، وفعلا سمع كلامها وغير اسمه لعبد الله. لكن بعد فترة الاتنين اتطلقوا لان كان طمعان فيها ماديا، وعمل كل ده علشان ياخد فلوسها. سميرة احمد كانت مختلفة تماما عن الكل لانها وقعت في الحكاية دي مرتين مش مرة واحدة. اول مرة من المنتج بطرس سنة 1952، ولما طلب منها الجواز قالت له إنها موافقة بس بشرط إنه يدخل الإسلام، وفعلا حصل وسمع الكلام، والجواز استمر شهور وتم الانفصال. المرة التانية من المنتج صفوت الغطاس اللي قررت نفس حكاية بطرس، رغم إنه اتوجهت له انتقادات كتيرة جدا، لكن فضل مصمم إنه يتجوز سمير. ونفس الكلام اتكرر مع تحية كاريوكا، وقعت في غرام أنطوان عيسى ابن أخت بديعة مصابني، ودخل الإسلام علشان يتجوزها. لكن الجواز استمر سنة واحدة بس، اتجوزت بعدها من كولاين أمريكي أجبر الله، أسلم وخدها وسافر على أمريكا، وبرضه انفصل، والجواز استمر سنة واحدة بس. مش الرجالة بس هم اللي بيتخلوا عن ديانتهم. عندنا ليلى مراد اتخلت عن ديانتها اليهودية علشان خاطر تتجوز من أنور وجدي، ودخلت الإسلام، وفضلوا متجوزين 8 سنين وبعد كده انفصلوا. أما ناهد الشريف إدوارد جريجي الاتنين كان كل واحد متمسك بديانته، على الرغم من كده جمعهم الحب والدين مقدرش يفرقهم عن بعض، اتجوزوا وخلفوا بنت. أما منير مراد شقيق ليلى مراد وقع في حب سهير البابلي لما كان في بداية حياته الفنية، وزي ما عملت ليلى مراد أخته عمل هو كمان، وتخلى عن دينه اليهودي ودخل الإسلام. لكن الجواز ما استمرش كتير. يحيى الفخراني ولميس جابر من أنجح الزيجات في الوسط الفني، الاتنين دياناتهم مختلفة، ويحيى ما أجبرش لميس إنها تسيب ديانتها، وفضل كل واحد محتفظ بديانته. والقصة الحب دي نشأت من الكلية لحد دلوقتي، نتج عنها شادي وطارق وأحمد. أما وفاء الكيلاني فهي من النجوم اللي اتجوزت جواز مدني واحتفظت بديانتها، وجوزها توني احتفظ بديانته، وخلفوا بنتين جوري وريان. مين أكتر فنان صدمكم حكايته وشايفين فعلا الحب أقوى من أكتر حاجة في الدنيا؟ شاركونا الرأي في التعليقات.